النادي الاهلي بيفوز على المصري 4-2 في صراع المنافسه على لقب الدوري الجامد قوي مع بيراميدز. بيراميدز عنده ماتش النهارده مع البنك الاهلي، لكن تعالوا نتكلم ايه اللي اتغير في النادي الاهلي، ايه اللي حصل للاهلي مع عماد النحاس والاهلي مع كولر. ما اللعيبه هي لكن اشرف بن شرقي بيتالق هنا ومش بيتالق هنا، طاهر بيرجع، وسام ابو علي بيرجع للتهديف تاني للمباراه مش عارف الثانيه او الثالثه على التوالي. الاهلي مع عماد النحاس اتغير 180 درجه عن ايام مع كولر. ومش هقول لك ان عماد النحاس افضل من كولر، لكن لا، الشغف لما بتيجي تدرب وبتشتغل بجد فعلا بيبان في الملعب، وده اللي كان ظاهر على كولر. كولر اول ما جه النادي الاهلي قلنا المدرب ده مدرب قوي جدا، لانه كان باين ان هو بيشتغل وباين ان هو عنده حاجه عايز يقدمها للنادي الاهلي. لكن لما شبع بطولات فالاهلي مع عماد النحاس مستوى تاني. لكن هل عماد النحاس يكمل مع الاهلي لكاس العالم؟ ما اعتقدش. اعتقد الاهلي خلاص بيخلص مع مدير فني اجنبي. تعالوا بسرعه بقى نتكلم على شويه حاجات مهمه في ماتش النادي الاهلي النهارده والمصري. حاجات في الدفاع كوارث، وحاجات في الهجوم تبسطك جدا. هات كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى عشان نتكلم كلام فني مهم جدا. يلا بينا. اهلا بيك يا صديقي مره تانية. قبل ما نتكلم على الماتش بسرعه عايزين نتكلم في نقطتين. انت عملت صفقات على المستوى الهجومي حلو جدا، ما حدش يقدر يقول حاجه، مليون في الميه شابوه لمجلس اداره النادي الاهلي. لكن على المستوى الدفاعي انت عندك قصور جامد جدا. انت عندك اشرف داري بيتصاب اكتر ما بيلعب، فلو مش هتقدر تعوض اشرف داري بمدافع دولي على نفس المستوى، لا سيب اشرف داري بس اهله كويس. لكن عندك رامي ربيعه وياسر ابراهيم مشاكل كبيره جدا في النادي الاهلي، قنابل موجوده هتضيع منك بطولات، هتضيع كل اللي انت بتعمله ده. فده اللي هيبان في ماتش النهارده، ان انت عندك مشاكل في رامي ربيعه، ياسر ابراهيم والشناوي. يعني انا مش عارف ليه الشناوي مستمر في حراسه المرمى. بص، اول هجمه للنادي المصري، الهجمه بتروح لجون ايبوكا من الناحيه اليمين، فبيرفع اول حاجه اللي بيضغط عليه مروان عطيه سايب نص ملعبه وراح يضغط عليه في الناحيه الشمال، وكوكا ما عرفش واقف فين. الكره بتترفع، رامي ربيعه اصلا مش واقف، مش ماسك حد. يعني رامي ربيعه بسم الله ما شاء الله كده واقف ايه انتوا ايه هتعملوا ايه؟ تمام. ياسر ابراهيم يعني التقدير بتاعنا ما بيقدرش الكره صح خالص، والكره بتيجي في العارضه، وكان هدف اول للمصري. لكن الحمد لله العارضه انقذت. الشناوي بيتفرج عليها زيه زينا بالظبط. يعني الشناوي ما تعرفش هو ايه، ولا اترمى ولا عمل اي حاجه. تمام. دي بالنسبه لاول هجمه. طب تعالوا بقى نشوف هجمه الجون نفسه. اول حاجه رامي ربيعه ما تعرفش هو يعني بعد ما الجون جه عمال بيعمل يمين كده. لكن تعالوا كده نبص على الهدف من قريب كده شويه. اول حاجه الكره بتتلعب من ورا كوكا، المفروض ان انت محطوط مكان علي معلول عشان انت دفاعيا احسن من علي معلول. تمام. لكن لا دفاعيا ولا هجوميا يا كوكا، فدي مشكله. تمام. الكره اتلعبت من لاعب نادي المصري، بص بيرفع، بص اللي يجننك ان ياسر ابراهيم بص على المدافع، شاف المدافع. رامي ربيعه ما تعرفش هو يعني انا عايز افهم بس انت بتبص على ايه يا رامي ربيعه؟ تمام. الشناوي انت بتعمل، الشناوي بيعمل كده للكوره، ما تترمي يا شناوي، اترمي. ياسر ابراهيم الكوره عدت بالمهاجم الاولاني وشايفه، تمام، والمعارف ان المهاجم الثاني وراه وشايفه، ومع ذلك ولا اي ردة فعل يا ياسر ابراهيم. ف يعني شويه تركيز، يعني نحلل القرشين اللي بناخدهم، القرشين اللي احنا طالبينهم. وده عايز يجدد بكذا، وياسر ابراهيم جدد على بياض، ورامي ربيعه عايز يجدد ب 40 مليون وبيوصلوا معاه ل 20 و25 مليون. فنحلل القرشين شويه. الشناوي كفايه كده، الشناوي اساسي. هتقعد احتياطي وتلعب، ولما مستواك يبقى حلو تلعب، اقعد. مش هتقعد امشي. معنى لك ان انت مش حكر علينا، في راجل بره قاعد مصطفى شوبير، يعني موهبه اعلى منك حاليا، يلعب حقه يلعب. طيب بالمره بقى، طالما اتكلمنا على الهدف الاولاني تعالوا نتكلم على الهدف الثاني بالمره، عشان نبقى ايه خلصنا من النقطه اللي ايه، اللي هي النقطه الرخمه الغلسه دي. بص الهدف، لعيب المصري من الناحيه الثانيه بيرفع، ياسر ابراهيم هو اول حاجه المدافع واقف كده، ياسر ابراهيم واقف على ايه، على بعد ايه، على بعد متر. فاكر هدف مصطفى محمد في الزمالك كان نفس الحوار، هو واقف على بعد متر. فخر الدين بيوسف طلع ونط وبص على الجون، وياسر ابراهيم واقف هو مش عارف بيعمل ايه. يعني لا بتضغط ولا بتعمل جامب ولا اي حاجه، انت معتمد على ايه؟ الشناوي بقى. الشناوي نفسه اوهمني. انا اول ما اتفرجت على الكوره اتوهمت ان الكوره بره 100%، ان انت تبص البصه دي فالكوره مره مليون في الميه. لكن الكوره بتيجي جون والشناوي يعني مد ايدك، مد ايدك بس شويه يا شناوي. ف يعني تاكيدا لكلامنا، الشناوي خلاص كفايه عليه اساسي اول حد كده. رامي ربيعه كفايه عليك قوي يا رامي. ياسر ابراهيم كفايه لياسر. لاعب العش، لاعب اشرف داري، هات لك 2 مدافعين على مستوى النادي الاهلي في الدوري وكاس العالم ودوري ابطال افريقيا. طيب نتكلم بقى على الحلويات والمتعه وشويه انبساط بقى. الاهلي بيمتعك باداء كويس سلس، اداء كله بساط، في جمل، في تكتيك، في اشرف بن شرقي عامل مباراه عظيمه. لكن لسه الكره معنداه. لكن يعني
ممتع، جناح ممتع، جناح فارق عن النادي يعني فارق عن اللي عندك بكتير. طاهر محمد طاهر بمجهوده وباصراره بيقدم برضه في الناحيه اليمين، قدر ياخد مكان حسين الشحات. اي نعم، زيزو هيجي هياخد مكانه اساسي، لكن طاهر يظل لعيب مهم جدا للنادي الاهلي. اسامه ابو علي بيرجع تاني للتهديف، بيرجع يجيب ضربه ثابته حلوه قوي. بص الضربه الثابته وحلاوتها. انا بحب كده ان الاهلي يبقى فيه تنوع في الاجوان، تجيب لعبه من ركنيه، تجيب لعبه من ضربه ثابته. جون زي الهدف الاولاني بتاع وسام بتتلعب حلوه قوي وترجع لامام عاشور بيحطها. بص يعني محطوطه، بص العدد اللي في نص الملعب يعني في منطقه ال 18 بتاعت المصري. هو ده النادي الاهلي، دي شخصيه النادي الاهلي ودي هويه النادي الاهلي. لكن في بقى موضوع مجنني، انا عايز اعرف بس الجون اللي جابه وسام ابو علي اتلغى ليه؟ يعني انا بس الفار رجع الغندور، الكرة اتعادت مليون مرة. هي أول حاجة لا فيها أوفسايد، تمام؟ تاني حاجة لعيب المصري باهر المحمدي هو اللي لعب الكورة لإمام عاشور، فبالتالي إمام عاشور مش أوفسايد. حد يطلع يقنعنا كده يقول لنا الهدف ده ليه اتلغى؟ ما احنا عاملونا برضو يا جدعان، احنا كبني ادمين بنتفرج كده على الدوري المصري، حد يطلع كده ليه لغيتوا فقرة التحكيم؟ ليه؟ ما احنا كنا بنعرف ده هدف ولا لا، ليه تسيبونا بقى لدماغنا هي نقعد نحلل؟ ففي النهايه الاهلي بيفوز 4-2 وبيقدم مباراه قويه جدا مع عماد النحاس. عماد النحاس كل يوم بيثبت اقدامه، لكن للاسف يا عمده صعب جدا، صعب تفضل في كاس العالم. مش انا اللي بقول والله، مش انا اللي بقول ان انت صعب، لكن ده ظروف يعني. لكن انت ان شاء الله هتبقى موجود مدرب في الجهاز الفني الجديد، وان شاء الله يبقى ليك فرصه بعد كده. انا اتوقع ان عماد النحاس هياخد فرصه بعد المدير الفني الجديد ده، سواء نجح او لا قدر الله فشل. اتوقع ان عماد النحاس هيكون المدير الفني القادم للنادي الاهلي. اخر موضوع معانا هو مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا. ماتش هيبقى حلو قوي على فكره. انا بيعجبني كره سيراميكا كليوباترا، بيعجبني الفكر بتاعهم، بيعجبني علي ماهر قوي. علي ماهر مع المصري كان فارق جدا. دلوقتي انيس بوجلبان تحس مع المصري برضو مستواه نزل، خرجوا من يعني يعتبر خرجوا من كل البطولات خالص. فعلي ماهر مدرب قوي جدا، وعامل مع سيراميكا منتوشه حلوه وبرجعهم لسكه الانتصارات تاني. فمواجهه حلوه قوي مع كابتن ايمن رمادي المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا، وهو رايح نادي الزمالك ومش من ابناء نادي الزمالك. وامبارح بيعمل مؤتمر صحفي يقول لك انا ما عشتش لحظه زي دي من 30 سنه. مبسوط، حقه يتبسط بتدريب نادي الزمالك. نادي الزمالك تدريبه شرف لاي مدرب سواء مصري او اجنبي. لكن ما باليد حيله يا كابتن ايمن رمادي، هتعمل ايه بالفرقه وبالسكواد اللي عندك؟ ده اللي هنشوفه النهارده. انا مستني اشوف فكر ايمن رمادي، لان ايمن رمادي مدرب كويس جدا ومدرب هجومي. كان بيعجبني قوي لما بيلعب الاهلي والزمالك ان هو عنده شجاعه وعنده شخصيه. فهل كابتن ايمن رمادي هيقدر يعمل حاجه النهارده مع الزمالك ويقدر يحط ايده على العناصر المهمه؟ هيقدر يعني يحل مشكله الجناحات اللي في نادي الزمالك؟ هيلعب بناصر منسي ولا هيلعب بسيف الدين الجزيري؟ هيلعب بثلاثه ورا ولا باثنين؟ فانا متشوق اشوف المباراه دي. فخلينا نشوف النهارده ونطلع نتكلم عنها في فيديو بكره ان شاء الله. غالبا هيبقى فيديو ريلز مش فيديو كامل. لكن انا اتبسطت بيكم جدا، اتمنى تكون عجبتكم. ويا صديقي لو الحلقه عجبتك يا ريت تعمل لو لايك شير، تعمل اشتراك في القناه. ولو ما عجبتكش اكتب لي في الكومنتات، هبقى مبسوط جدا لو عرفت رايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.